انت مش فاشل، انت فاهم كل حاجة. وده بالظبط اللي موقفك مكانك. عارف ان المرتب مش امان، عارف ان الادخار مش كفاية، وعارف انك محتاج دخل اضافي، بس برضه ما بتتحركش. يا ترى ليه؟ على فكرة لو حاسس ان انا بتكلم عليك فايوه طبعا، انا بتكلم عليك انت. المعرفة مش هي اللي بتغير حياتك، الحركة هي اللي بتغير. في ناس بقالها سنين بتسمع بودكاست، بتتفرج على فيديوهات، وبتقرا كتب كتير، وعندها معلومات أكتر من ناس ناجحة كتير، بس على أرض الواقع ولا حاجة، صفر على الشمال. يبقى المشكلة مش إنك مش فاهم، المشكلة إنك مش بتتحرك، مش بتتقدم. أنت بتستهلك إحساس التقدم، إحساس الإنجاز، بس على أرض الواقع أنت ما بتعملش حاجة. اللي موقفك مكانك هو الخوف، بس مش خوف جبان، خوف ذكي. عقلك بيحميك، بيختار لك ألم معروف، زي مثلا مرتب ثابت حتى لو قليل، بدل ما تروح لمجهول ممكن يكسرك، فتلاقي دماغك كلها أفكار سلبية وأسئلة كتير. لو المشروع فشل، طب لو خسرت فلوسي، طب لو سبت الشغل واتورطت، فتلاقي نفسك بتقول لما أبقى جاهز، لما الظروف تتحسن، لما الدنيا تهدى، وتفضل واقف في نفس مكانك. والحقيقة انت مش مستني الظروف ولا حاجة، انت مستني احساس بالامان عمره ما هيجي. بس في خوف اعمق من كده كمان، مش خوف الفشل، خوف انك تبقى شخص تاني. لو نجحت فعلا هتكون مين؟ هتستحمل مسؤولية اكبر، ضغط اكتر، نظرة مختلفة من الناس، ولا مرتاح في النسخة اللي انت عليها دي، اللي بتشتكي من الحظ والظروف وظلم الدنيا؟ النسخة دي مريحة. عشان كده أحيانا أنت مش خايف تفشل، أنت خايف تنجح. لما تفهم مخاوفك وتسيطر عليها هتلاقي نفسك لسه بتهرب، بس بطريقة أذكى. مش هتقول أنا خايف، هتبتدي تقول لنفسك أنا هبدأ بس بعد العيد، هبدأ لما أخلص الكورس، أنا هبدأ فعلا لما أبقى جاهز. أخطر كذبة بتقولها لنفسك أنا هبدأ فعلا لما أبقى جاهز. أنت في الحقيقة بتهرب. التسويف مش كسل، التسويف إنك تختار راحة دلوقتي على حساب مستقبل مش مضمون، وعقلك مدمن ده. فيديو سريع، تحفيز، قصة نجاح، تحس إنك بتتقدم، بس في الواقع أنت ما بتتحركش. خليني أسألك سؤال بصراحة، آخر مرة عملت خطوة حقيقية ناحية دخل إضافي كانت إمتى؟ أنت مش محتاج تتعلم حاجة جديدة، أنت محتاج تتحرك رغم الخوف. ما تحاولش تغير كل حاجة النهاردة، دي أكبر غلطة ممكن تعملها. بعد ما تخلص الحلقة اعمل حاجة صغيرة جدا، اكتب فكرة واحدة بس تقدر تحقق بيها دخل إضافي. عايزك كل يوم تكتب فكرة واحدة بس، وجمع 10-15 فكرة. مش مطلوب منك مشروع كامل، ولا مطلوب منك خطة. انت مطلوب منك دلوقتي فكرة، مجرد فكرة. الحركة الصغيرة دي هتكسر الجمود. على فكرة الخوف مش هيروح، والوقت مش هيبقى مثالي، فيا تتحرك دلوقتي يا تفضل زي ما انت وتندم بعدين على الوقت اللي ضيعته. الحلقة الجاية هقولك تبدأ ازاي من غير ما تسيب شغلك، ومن غير ما تخاطر بكل حاجة. وخليك فاكر، مش اللي فاهم هو اللي بينجح، اللي بيتحرك.